هناك من يزهدون في الفقه ويزهدون في كلام أهل العلم ويعتمدون على الاجتهاد الشخصي ويرون أنهم مستقلون وأنهم يأخذون رأسا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب، ولكن الأخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام له أصول وله قواعد وله ضوابط وله علوم معروفة عند أهل العلم. ما كل من فتح المصحف وقرأ حتى ولو كان يجيد القراءة أو يقرأ القراءات السبع أو العشر إن شاء الله، هذا لا يكفي أنه يأخذ رأسا من كتاب الله دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، لا سيما الصحابة والتابعين وأتباعهم وفقهاء الإسلام، ويستفيد من علومهم ومن فقههم ومن أصولهم التي أصلوها. أما أنه مجرد أنه يقرأ الآية أو يقرأ الحديث ثم يأخذ منه الحكم الشرعي دون رجوع إلى قواعد العلم وقواعد الاستنباط وقواعد الاستدلال، الخطر عظيم. وإن كان يقول أنا أستدل بكتاب الله وأستدل بسنة رسول الله، نقول له لكنك لا تحسن الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرويدك أن تهلك وتهلك غيرك من الناس.